السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل فيه تمليح السردين طبعا يا حبايبي من الاكلات الحلوه اللي احنا كلنا بنحبها وبناكلها طبعا دايما. هنعمله النهارده في البيت باسهل طريقه، ومكونات كلها سهله وموجوده في البيت. شايفين جمال السردين؟ طبعا عشان تجيب السردين البلدي بتاع البحر الحلو بتاعنا ده اهو بالشكل ده كده. وتجيبي السليمة تكون عينها كده حلوة كده بتلمع كده، تلاقيها طازة، ويكون هو بيلمع نفسه، وتكون سليمة ما تكونش مهرية. طبعا لسه هتقعد في الملح والشطة طبعا، فهتتهرى منك زيادة، فلازم تاخدي بالك وتجيبيه سليم. مكوناتنا ايه؟ معانا شطة ناشفة، معانا كمان ملح عادي، مش اكتر من كده، من غير افتكاسات واضافات وحاجات كتير. والله بعمله من السنة للسنة بيفضل حلو معايا وسليم، وبيبقى طعمه حلو. هقلب طبعا يا حبايبي الملح مع الشطة. طبعا احط شوية شطة كده حلوين مع الملح، لان دي هتبقى المادة الحافظة بتاعتي. طبعا غسلته يا حبايبي ونشفته كويس من المية. معايا علبة حلوة كده محكمة الغلق، معانا كمان برطمان. الحاجة اللي انت هتعملي فيها تكون نضيفة وناشفة وتكون متعقمة. علبة حلوة عندي كده، هضيف لها طبعا كمية حلوة من الملح والشطة. هرص الرصة بتاعتي دي كده، وهبدأ أحط لها الملح. طبعا كل بين طبقة وطبقة هرش رشة حلوة كده من الملح والشطة. هنا رصيت في البرطمان، بصراحة معرفتش أحط الملح، فقلبت شوية كده في طبق ملح وشطة مع السمك حلوة قوي. وبدأت اللي أنا أرص هنا كده في البرطمان بتاعي أهو، بكل سهولة عملته. ايه رأيك بقى يا حبيبتي؟ ما خدش معانا وقت، وامكانيات كلها موجودة في البيت، وحاجات موجودة في البيت، من غير بقى افتكاسات وتشيلي راسه وتطلعي بطنه والكلام ده كله. زي ما هو كده هتملحيه ان شاء الله هيعجبك، وتجربيه على ضمانتي. صدقيني انا بعمله كده على طول وبيبقى ناجح معايا، والكل بيشكر فيه. اهو ايه رأيك بقى؟ تقدري كمان يا حبايبي تعملي صينية تقدري تقلي منه شوية. السردين حلو بصراحة وطعمه جميل وكله فوايد. رصيناه اهو يا حبايبي. طبعا انا هقفل عليه، مش هفتح عليه قبل اسبوعين عشان يكون استوى معايا كده وبقى زي الزبدة. وغير كده هحطه في التلاجة، انتوا عارفين دلوقتي حر، عشان ما يبص مني. طبعا بقى في البرطمان ده الملح بتاعه هيدوب، وهبدأ ان انا اقلب فيه كل شوية، والعلبة كمان، وهحطه في التلاجة. يا رب يكون النهاردة الفيديو عجبكم. متنسينيش بقى في اللايك والشير، ودعوة حلوة منك، واسيبك يا حبيبتي في رعاية الله، واقولك ايه؟ السلام عليكم.